إذا كان عندك صاحب تجلس معاه كل يوم وعندك صاحب آخر ما تتواصل معاه ولا تتصل عليه إلا مرتين في السنة وصارت لك مشكلة، تلجأ لمن ومن يفزع لك؟ غالبا اللي تجلس معاه كل يوم. هكذا يجب أن تكون صحبتك مع القرآن. لاحظ معاي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما تتحدث عن صحبة القرآن وصاحب القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق. فأنا أنصح نفسي وأنصحكم بمصاحبة القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا حتى يفزع لك يوم القيامة. عليكم بوسام القرآن. شيء جميل أن والدينك يفتخرون فيك وينادونهم باسمك، مع أنك ممكن ما تكون الولد الأكبر، لكن ينادونهم باسمك فقط لأنك حافظ القرآن. يوم القيامة والدينك يلجؤوا لك وتشفع لهم لأنك حافظ القرآن. تزينهم يوم القيامة وتكشخهم بتاج الوقار لأنك حافظ القرآن. هل يوجد بر أعظم من هذا البر تقدمه لوالدينك؟ أرجوكم عليكم بوسام القرآن.